لليوم لعشاق الكوسة بلبن. وصفة كتير طيبة على الطريقة اللبنانية، فيكم تقولوا الطريقة الشامية اللي بدكم إياها، ولكن بطريقتي الخاصة. كوسة محشي بطريقة مزبوطة واللبن اللي بيفرط معه اللبن يشوف الفيديو لآخره. هون أنا معي 4 كيلو من الكوسة. بدي أورن. أول شي أنا غسلتهم وشلت هون راس الكوسة وكعبة. انا اكيد بعرف انه كتير منكم بيعرفوا كيف طريقة التقوير وهيك، بس في ناس ما بيعرفوا يطبخوا الكوسة، فلذلك انا عم بعمل هذا الفيديو من اول مثل بيقولوا من حرف الالف للياء. حبايب قلبي، هون بنحفر الكوسة ما لاخرها لاخر الكوساية. بخلي كعبة شوي، بحط علامة بين اصبعي هيك وبحفر لهون. ما بعرف مثل ما واضح عندكم هون حبايب قلبي. ما بنزل المقورة لاخرها. بشيل اول شي هيدا اللب بحفره. في ناس بتحفره وسط، في ناس بتحفره برق السيجارة، انا بحفره وسط. بعد ما حفرت ال4 كيلو كوسة هون، هيدا اللب شو بنعمل فيه؟ هيدا اللب في ناس بتحطه للزرايع للأسمدة، يعني مثل السماد. وفي ناس بتطبخه، بتسلقه سلقتين، يعني بتسلقه اول قلبة والتاني بمي سخنة، بترجع بتكب المي عنه وبتصفيه وبتعصره وبتعمله بثوم وحامض وزيت زيتون. هون عنا بلبنان صراحة. وفي ناس بتطبخه بالبرغل. انا اولادي لا بياكلوا بهالطريقة ولا بهديك الطريقة، فشو حاعمل فيه؟ ما حقدر استفاد منه، ما حاستخدمه حبايب قلبي. لكن حنكبه باذن الله، يعني كمان ما عندي زرايع انا حبايب قلبي. لكن شوفوا الوصفة واعطوني رأيكم. بعد ما حفرت الكوسة هون، اكيد هن كانوا مغسولين قبل ما انا اورن، ما حارجع غسلهم مرة تانية. هون معي انا هون 4 كبايات من الرز المصري. بدي غسلها منيح منيح. احنا بنصول الرز هيك، نفتح المي على هذا هيك وبنصوله، بنحركه هيك اول مرة، وبضلي بغسل هيك لحديت ما احس انه ايش الرز نضف معي. هيك باطراف ايدي، بغسلهم هيك باطراف ايدي مثل ما انتم شايفين. بنصفي بنرجع المي هيك. هلا مثل ما انتم شايفين هيك، بعد ما غسلناه من المواد الحافظه ومن النشا، نضف معنا الرز، حصفيه من المي وبلش بطريقه عمل التبله. يعني سبحان الله، اذا ما غسلنا الرز منيح بيعطي طعمه ما طيبه بقلب الحشوه الكوسه. غسلت الرزات منيح هيك، جبت معلقه سمنه حطيتها بالمقلايه عشان بدي اعمل تقليه للحمه. بدي احطها على الغاز ودوب السمنات وحميها. هون معي انا نص كيلو من اللحم المفروم البقر، وبدي احط دليت السمنه هيك مثلكم شايفين وحميتها. وهلا بدي احط نص كيلو اللحم المفروم فوق الرز، وحط البهارات والملح. معي هون معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من السبع بهارات، او فيكم تحطوا انتو هون ايش بهار اسود. حطيت السمنه فوقهم، وهلا بدي افركهم بايدي حتى اختلط اللحم المفروم مع الرز. ما شاء الله. وكان انا عم بخلط الرز ما شاء الله، وكبست عنا هون فركه بشتي. تبارك الرحمن، الله يبعث الخير يا رب، الله يبعث الخير. وهلا انا هون عم بحشي الكوسيات. ما بدي احشيها للاخر، يعني بحشيها وخلي عقد صغيره من اخر الاصبع عندي مثل ما انكم شايفين هيك. ما بحشيها لتمه، اذا حشيتها لتمه بصير بيرزرز معي وما بيستوي حبه الرز. اخبطها خبطتين هيك لاتاكد ان الرز نزل لتحت، ما يكون في محل معبى رز ومحل لا. وبضلي عم بحشي وخلي اخر الشي مثل بيقولوا عقد صغيره من الاصبع منها محشيه، مشان تاخد حبه الرز مداها وتستوي على مثل بيقولوا على قلية مهله. حشيت اول وحده وهي التانية كمان عم بحشيها معكم.
انا بعرف كتير منكم بيعرفوا هالطريقة، وبعرف كتير منكم بيعرفوا يطبخوا الكوسة، بس في بنوتات صغار عرسان جداد ما بيعرفوا يطبخوا، فلذلك عم بعمل كل هالتكات. حبايب قلبي هلا حاحشيهم وارجع لكم. حشيت انا ال4 كيلو كوسة وخلصتهم. انا هون جايبة لبن بقر من الضيعة طازة يا جماعة، مثل ما شايفين ما شاء الله اصفر وجهه بيجنن. هلا بدي اجيب 4 كيلو من اللبن. لكل كيلو كوسة بدي كيلو من اللبن البقري. حطيت هون ال4 كيلو بقلب مصفاية. هاي الخطوة كتير كتير مهمة. بصفيهم انا هون وبعدين بديرهم معلقة خشب هيك مثل ما شايفين، كرمال ما يفتول اللبن معي. وبعدين هون حطيت لتر من المي البارد العادي، ونزلت كل اللبنات اللي عندي هون بالمصفاية. هلا هون بجيب انا 4 معلقة. كل كيلو لبن بده معلقة كبيرة نشا، معلقة طعام. حطيت 4 معالق نشا هون مع نصف كوب مي، بحركهم مزبوط. بتأكد كل النشا انا هون عندي اختفى يعني داب. بعدين بضلقهم فوق اللبنات. اللبن يعني الزبادي. بعد ما تأكدت هون أن كل النشا عندي داب، حأطلق النشا فوق اللبن وحركهم قبل ما أحطهم على النار بالمعلقة الخشب هيك. بديرهم مزبوط وبحطهم على النار، وبضلي بحرك هيك بالمضرب اليدوي لحديت ما أحس إنه إيش اللبن غلي وبلش يطلع فقاعات. بعد ما غلي اللبن هون عندي أنا بهدي شوي النار عليه وبسقط الكوسة حبة حبة كرمال ما يفرط معي اللبن. واكيد انا لما اكون عم حرك اللبن ما بشيل ايدي ابدا 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 عنه، لانه بيفرط اللبن بيقرش. حطيت كل الكوسيات هون وبرجع بقوي النار عليه شويه، وكرمال ما يطفي عليكم طف اللبن لبرا، فيكم تحطوا النار على الوسط. بعد ما سقطت الكوسه انا هون غمرت الكوسيات هيك باللبن مثل ما انتم شايفين هيك. انت عامله كوسه؟ حاجه هذا كوسه؟ هيدا كوسه بلبن. يعني انت بتحبه؟ حب الكوسه لبن. بهالوقت اللي الكوسه اخذ نص سوا، هلا هون انا بجيب راس من الثوم المفروم او المضغوط. بعدين بدي اطلق هون معلقه من النعناع اليابس، بدي عليكم هيك شوي على النار. انا هون ما كترت سمنه لاني انا كنت حاطه سمنه بالحشوه. ان شاء الله بحكيكم عن الريحه، ريحه الثوم مع النعناع ما شاء الله تبارك الرحمن، ريحه كتير طيبه صراحه. كوسه بلبن على طريقتي ان شاء الله ما بتندموا. جربوا الوصفه واعطوني رايكم ان شاء الله. وكان هلا اللبن هون عندي كتير ناجح حبيب قلبي. لكن هون نتأكد نحن هون كان مستوى الكوسة ما شاء الله دايب على الآخر. إذا عجبتكم طريقتي بالكوسة لا تنسوا تحطوا لي لايك. ما شاء الله شوف كيف بينهرس هرس. هلا ندوق نقول بسم الله. بالنسبة لتمليح الطبخة انتوا بتملحوا على كيفكم وذوقكم. انا هون حطيت مع الثوم معلقة ملح، معلقة طعام ملح، يعني معلقة كبيرة من المعلقة اللي انا حاملتها ملح، وانتوا ملحوا حسب الذوق كيف انتوا بتحبوا. الكوسة خلصت، اخذت معي 1.5 ساعة على الغاز. وصفة ناجحة 100%. ان شاء الله يا رب تعجبكم وتعطوني رأيكم بالكومنتات، وتشاركوا الوصفة مع الاهل والاصحاب. السلام عليكم ورحمة الله.